نص معلقه ملح ليمون، نص معلقه صغيره، وفانيليا دي حسب الرغبه. اخدت معايا بالظبط ساعه الا ربع مع التقليب، مع البوتاجاز هادي مش عالي قوي. وبعدين لو عايزه تنعميها اضربيها في الخلاط او اعمليها بالهرسه، لكن انا بحبها فيها حتت كده. بصوا انا بحبها فيها حتت كده تبان ان هي طبيعيه. ولازم تقلبي وانتي بتعمليها، لازم تقلبي كده عشان متلزقش منك في الحل، وتبقي مهديه البوتاجاز. هتبرد بقى وعبيها في البطرمانات. المربى اهي عبيتها، بصوا تحفه تحفه. التركه اللي هي بتاعت الجزر حلوه قوي، وكمان الفانيليا مخليها ريحتها جميله، اللي هي الفانيليا بالبرتقال. واي منكهات انتوا بتحطوها بقى، عايزين تحطوا قرنفل، عايزين تحطوا قرفه، وبألف هنا وشفا لكل اللي هيعملها. السلام عليكم.